بس ما تهزش بقى، افتح افتح زي ما كده على الاخر. يلا والله حضرتك، انا بالنسبه لي يمكن انا كنت يعني شويه غايب عن البلد، فانا بصراحه اتفاجئت السنه دي باللي انا بشوفه النادي، وكمان المشروعات اللي جايه في الطريق، يعني حمام السباحه وكده. بصراحه انا شايف نقله، يعني شايف نقله كبيره في نادي كفر الشيخ يعني. الاستاذ قال لحضرتك ان هو شايف في تطوير في المجلس، لكن حضرتك هل في جوانب سلبيه حضرتك شايفها في داخل مجلس الاداره او في داخل النادي الفتره اللي فاتت؟ هو الجوانب السلبيه انا بالنسبه لي بتمثل لي النشاط الرياضي في كفر الشيخ. يعني الفريق ال20 السنه دي مره واحده كده بصينا لقينا الفريق بينهار، بصينا لقينا مفيش مدرب او مدير فني، زائد ان مستوى الفريق الاول متذبذب. انا بالنسبه لي انا اهم حاجه عندي النشاط الكره. يعني كنا في الاول لما كان موجود المدير الفني الكابتن ايهاب جلال قلنا ده هنصعد ترقي، وبعد كده ان شاء الله ربنا ييسر الحال، وفي تدعيمات وفي دعم من الجهاز من مجلس الاداره وكده، ونصعد ان شاء الله ممتاز يعني. بس حاسس ان مستوى الفريق متذبذب، زائد فرقه ال20 برضو مظلومه وكده. النهارده بعد الاسبوع الثاني من الدور الثاني والفريق بيحتل المركز الاول، بس حاسس ان مش مطمن، ما فيش امان. يعني ايام الكابتن ايهاب جلال كان بصراحه كان في امان عن كده كويس. انا ما بقللش من الكابتن اشرف وكده والجهاز اللي معاه طبعا، بس كان في امان عن كده، كنت تحس ان انت ماشي بخطه ثابته. انما دلوقتي المستوى متذبذب. ايه اللي تطلبوه في النادي الفتره اللي جايه او ما لقيتوش على مدار السنه اللي انتهت من عمر المجلس، او اللي انتوا عايزين تلاقوه في نادي كفر الشيخ، ناديكم النادي الاجتماعي او الرياضي؟ والله حضرتك، هو انا زي ما قلت لحضرتك يعني في تطور تمام، بس يعني احنا عشان نجيب المستوى اللي المفروض اللائق، يعني لسه في شويه، لسه باقي شويه، يعني لسه عايزين شويه، عايزين توسعه، عاوزين طبعا اللي ابتديتوه او اللي ابتدى المجلس ينتهي، يعني من حمام السباحه وكده، توسع، اهتمام اكتر بالنادي الاجتماعي. لان انا شايف حضرتك ان ايه، انت بتزرع فبتحصد، يعني انت دلوقتي بتنفست فبتلاقي ريزلتس. فعندك دلوقتي النادي ابتدى فعلا يبقى فيه عائلات، طبعا ده كان غايب الاول، يبقى فيه اطفال. احنا محتاجين شويه اهتمام بالاطفال، نشاطات للاطفال، مدينه ملاهي صغيره، نشاطات ثقافيه اكتر من كده. احنا عندنا اجتماعي ورياضي، عايزين الجانب الثقافي شويه محتاج توعيه، محتاج ان هو ينتشر اكتر، محتاج ان هو يبقى فيه اهتمام اكبر من كده يعني. وان شاء الله بالظبط كده، ندوات تثقيفيه، بالظبط كده توعيه ومشاركه كمان، حتى يعني نستخدمها كتوعيه سياسيه. احنا عندنا دلوقتي مثلا انت هتجذب الناس بتيجي بتقعد مره في مره هتبقى مهتمه ان هي تحضر ندوات، تشوف الناس بتقول ايه، الناس بتفكر ازاي، ايه الجديد، وهكذا يعني في كل في مختلف المجالات. وبالتالي مثلا هيبقى عندك مثلا لو قلنا ندوات سياسيه، توعيه سياسيه، احنا ممكن نستخدم النادي الاجتماعي في حاجه زي كده تمام. وده هيخلق بيئه طيبه، هيبعد الشباب عن التطرف، وبالتالي يبقى